مفسدين في الارض، وما كيخلوش شي بلاصه نقيه، وما كيخلوش وفما مشاو كيخلوا الوسخ ديالهم. غيجي واحد اخر تا هو غادي يدير بحالك، تا هو غادي يخلي نفس الوسخ اللي خليتي. يعني عنده شي حرفه حلالا طيبه وفيها المعاناه. الله يحسن عوان، الله يحسن عوان صحاب النظافه. والخوت راه ما كاين مخيب من جهنم. اللي مخرجين من المنزل ديالهم كيلوحوا واحد البركاسه، كتكون مول قرينات هنا، بعض المرات كتكون خارجه وكتسحب هذاك الناس اللي كيجمعوها. واش كتسحابوا مساكن يعني روبوات، كتلقى النفايات. وشكون اللي كيدير لك النفايات؟ وشكون اللي كيوسخ يعني هاد الشيء كاع؟ راه البشر. وكاينه واحد المعلومه اخرى بالنسبه للبوزدروغ اللي كيكون ناضج، تبارك الرحمن، راه زينه صالحه للاكل. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، في صحه جيده. اليوم راني غادي نتقدى الديسير ديال البحر اللي ما يسمى ببلح البحر والصديفيات، ومهم هو بوزدروق. وغادي نعطيكم معلومات عليه، يعني كيفاش كيعيش في المحيط ديالو، وكيفاش يعني شنو الطور ديالو الاساسي يعني بالنسبه للبحر. يعني واش هو يعني عنده دور في البحر ولا غير مخلوق؟ يعني وكل مخلوق يعني عنده دور في هذه الحياه هذه. لهذا غادي نشارك معكم المعلومات ديالو. وهذا مكان مهم. دابا راه غادي نمشي لواحد المكان ديالو، ولعل وعسى نلقاه يعني برا من هذاك المرض. يعني حيتاش راه هاد بلح البحر اللي يسمى ببوزدروق واللي معروف يعني غني عن التعريف، راه كيكون الشهوره ديالو ديال المرض. وكل منطقه يعني في المغرب والشهوره ديالها يعني على حسب هاد بوزدروق، كل منطقه يعني الشهوره فين كيمرض. ولهذا غادي نعطيكم المعلومات ديالو، يعني اللي كيكون زعما شنو الدور ديالو هو يعني في البحر. المهم راه غنمشي دابا، غادي نتوجه للمكان باش غادي نلقطو. الخوت راه يلا وصلت للمكان. المهم راه كاين شي بعض البوزدروقات اللي كبار اللهم يبارك بحال هادي، شوفوا الحجم ديالها قداش تبارك الله. وغادي نجمع واحد الكميه اللي غادي نقد عليها، الله يجعل البركه. هذا مكان الخوت. دابا غادي ندير في هاد السله واحد شويه الماء باش نغسلو. راه كيكون موسخ الخوت بالرمله، عامر بالرمله. راه هادوك هما الكلاوي، الله ينجينا وينجيكم من جميع الامراض الخوت. المهم راه غادي نفرك هادشي مزيان باش تحيد منه الرمله، يتصفى مزيان. وتا كانت فيه الرمله الخوت راه الصراحه راه قاصحه، الله يسترنا. دابا صافي دروك راه غادي يكون يعني تنقى واحد شويه، ومازال ان شاء الله غادي ندير المحل وغادي نعاود نقيه مزيان الخوت. راه كيكون عامر بالرمله وخا ما تنقي فيه.
ها الرملة اللي بقات فيها الخوت، هذه كاملة، ولتحت عام الرملة، لتحت راه بقى فيها الرملة كثيرة. من بعد ما نقيتو راه هذاك الربيع اللي كيكون عليه عنده هنايا، راه كتكون فيه الرمله، داك الربيع داكشي علاش كراطيتو انا حيدتو وغسلتو. وكاينه واحد المعلومه اخرى بالنسبه للبوزدروك اللي كيكون ناضج، كيكون فيه هذا الشكل، على هذا الشكل هذا كيكون يعني صالح للاكل، كيكون بحال هكا بهذا الشكل هذا، خاصو ما يكونش بحال هذا الشكل هذا، وبحال هذا الشكل يكون طويل بحال هكا. يعني هذه غالبا غنلقاوها خاسره، هذه غالبا غنلقاوها مريضه، خاصو يكون بحال هكا بهذا الحجم هذا بحال هكا، وبحال هذه هي بحال هذه اللهم بارك. هذا هو بوزدروك اللي كيكون صحيح بحال هكا تبارك الرحمن. وراه غادي وكيكبر الخوت، راه يعني الحجم ديالو كاع في الكبر راه ماشي قد هكا، راه كيكون تقريبا راه من عندي من هنا حتى لهنا تبارك الله، حتى لهنا، من هنا حتى لهنا اللهم بارك. وكتكون فيه كاع اللحمه تقريبا راه قد هكا تبارك الله. المهم راه غادي نقادم دابا الخوت. دابا راه الرمله الخوت ضروري خاصك ما تخليش الرمله، راه الرمله الله يحضر السلامه، راه هذوك هما الكلاوي، الله يحضر السلامه، والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا هانتوما الخوت، ولكن واخا كيك اللحمه ديالهم ما كبيره، شوف هانتوما شوف الشقفه قداش واللحمه صغيره، ولكن راه ناضجه تبارك الرحمن، راه زينه صالحه للاكل. وكاين شي بعد بوزدروكات هنا غير صالحين للاكل صراحه، غنوريهم لكم. هانتوما هادي يا دمار يا واو الخوت، عرفتي راه خاصك تخلق السعاده صراحه، واخا هاد الدنيا راه ما فيها حتى حاجه، يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك خاصك تحزن، ولا ما خاصكش تبين الشكل ديالك، ولا ما خاصك هضر كي بغيتي، قول اللي بغيتي، غتكون شي حاجه قانونيه وفي المحل ديالها. عبر يعني واخا يكون يعني يقول لك بنادم انت راه مكلخ، عبر على الكلاخ ديالك، راه غادي تحسن وغتولي يعني انسان مجتهد. لهذا بسم الله زوينين. غنوريكم دابا شي وحده اللي غير صالحه للاكل بحال هذه شوف هذه كي دايره، هذه اللون ديالها كيبين لك بالله هذا البلح غير صالح، هذا بوزدروك غير صالح للاكل. باش اللون ديال هذا بوزدروك كيكون احمر ولا كيكون بيض، وكاين الشهوره ديالو اللي كي يعني كيمرض فيهم. وبالنسبه للمدن كل مدينه والشهوره على حسب الشهوره ديالها، يعني المدن ماشي بحال يعني مثلا حنا عندنا في الصحراء الداخله في مدينه الداخله تقريبا كاينه من شهر 10 شهر 11 شهر 12 كيكون بوزدروك يعني مريض غير صالح للاكل ومضر للجسم. وكاين عاوتاني واحد المعلومه على هذا، يعني شنو الدور ديالو يعني في المحيط البحري في البحر، هو كيصفي او كيسبيري بحال هذاك الخيار البحر، بحال ديك الدوده اللي كتكون كبيره، هذيك اللي كتكون كبيره كتصفي البحر، يعني كتحيد لك التلوث من البحر بحال هذا كيسبيري تقريبا على ما يقارب شي 40 يطرو في النهار. سبحانك يا عظيم وسبحانك يا جليل على هذه الكائنات، هذا الخلق ديال الله اللي عجيب وغريب صراحه. وخاصنا نحترموا البيئه يعني البريه هي اللي غادي ندير غدا ان شاء الله الخوت في هذا البلوغ هذا، غادي ندير واحد المبادره، غادي نجمع كاع هاد القلاعد اللي كيروجوا في البحر على ما هذاك الشيء يعني على حسب الاستطاعه ديالي، داك الشيء غنجمع. وعلاش غادي ندير هذه؟ غنديرها على حساب الناس اللي كيجوا يعني كيبغيو يديفيولاو في البحر، كيجيبوا الماكله ديالهم، كيجيبوا بزاف ديال المسائل ولا المعدات اللي غير لائقه كيجيبوها يخلوها في البحر. انا جيت لهذا البحر خاصني نجمع جميع المعدات اللي غير لائقه ولا جميع المأكولات اللي كليت وخليت القواعد ديالها والتخربيق ديالها
باش الا جا شي واحد اخر ولقاني انا نقيت المكان غادي يعني حتى هو غادي ينقي هذاك المكان. راه ماشي انا جيت نرون نوسخ ويجي واحد يرون ويوسخ، راه البحر ما غيبقى يجي ليه حتى شي واحد. لهذا الخوت خاصنا حنا كمغاربه خاصنا نديرو يد في يد، وتكون يعني البيئه ديالنا سليمه، باش راه كاينين عائلات يعني كيجيو يبغوا يريحوا في البحر. كاين بزاف ديال الحوايج كما انا كنبغي مو نبغي خوتي كنبغوا يعني كاملين يعني بحال الحمد لله، ما كاينش فرق بيناتنا. لهذا ان شاء الله غدا غتكون هذه المبادره، وهذا مكان هذا هذه زوينه تبارك الرحمن. واو واو الخوت كي دايره، يا سلام. بسم الله. كاينه واحد الكف مسخون درتو لداخل. ها دابا الرمله كتكون لتحت تقريبا، واخا غسلتو تعيد، ولكن ضروري نعاود ندوز عليه بحال هاد التفريقه هادي كتبين لك يعني راه كنحب انا هاد الفواكه على هاد التفريقه هادي. ها يا سلام يا دمار، والله ما تقول غاباطو غاباطو غادي حارقه. يا سلام غادي حارقه وغادي يمشي لبرا. مالكي يا سلام، وهي قاسحه عند هاد الجلده هذا، ولكن راه واعر على الخو صراحه. واحد النكهه كاينه بالنسبه في المذاق ديال البحر راه مختلف على المذاق ديال البر. بحال دابا مثلا نعطيك اللحم الغلبان، نعطيك الدجاج، نعطيك البيض، نعطيك بزاف ديال الحوايج بحال هادو. يعني نديرو مقارنه ما بين يعني اللحومات ديال البحر مع اللحومات ديال البر. اي واحد يعني غادي يمشي للبحر، اي واحد يعني بدون منازع، يعني هو بدون مقارنه. عرفتوا واحد المذاق الخوت. خلوني ناكل ويا سلام. هاكي راه وحده ليك وحده العزيز عليك. هاك عندك ما تاكليهاش. هذا المكان راه كيتواجد حدايا فين كنصيد انا، ودابا يقدروا يجوا شي ناس هنايا يقدروا بغا يضيفوا لا ويعني توريست ولا جايب يصيدوا، ويعني غادي يقولوا انا اللي درت هادشي كامل. وهاد النفايات هاد الازبال، وهاد الازبال هادو راه كيجيو، هاد النفايات راه كيجيو الخوت من البحر، يعني هذا ملوح كيف ما كتشوفوا. كاين الازبال عاوتاني، كاين نفايات الهكتار. المهم تنمشي ليهم نوريهم لكم هادشي كلشي تقريبا ان شاء الله. اللي قدرت عليه غادي نحرقو. هادي ديال الطواليطات، هادي ديال سميتو عليه. وكيخرجوا عاوتاني شي حوايج اخرين هنا، يعني اللي بحال هذيك ديال السكي، بحال شي حوايج اللي غاليين صراحه كيهربوا الناس اللي كيكونوا داخلين البحر. ودابا راه غنجمع هادشي كلشي الخوت. هادشي واخا قاصحه شويه، ولكن غا باش تلا جاو شي ناس اخرين هنا يعني يشوفوا يلقاو المكان نقي، ما غاديش يقولوا انا اللي درت هادشي. راه دابا هادي جات لي انا في راسي الخوت. هانتوما دابا تلا جا بنادم هنا بعدا كاينه غادي واحد الفرشيات روينه الكحله. هنا كاين بزاف ديال النفايات بحال هاد الربيعه اللي مخرجه البحر، ماشي مشكل. هادي كيخرج البحر، هادي كيعاود يرجع البحر، ماشي مشكل. لكن هاد النفايات هادو كيبغيو يجيو الناس يريحوا مع وليداتهم، كيلقاو هاد الازبال هادو بحال هكا، راه بزاف كاع والله الا بزاف. المهم غادي نشوف كيفاش غادي نجمع هادشي كاملو القدر اللي قدرت عليه. المهم القدر اللي قدرت عليه غنجمعو الخوت. والله الخوت لهاد الحرفه هادي ديال جمع النفايات ما يقدر عليها غا سيدي مولاي صراحه، غا سيدي مولاي بمعنى الكلمه، غا اللي راجل. وهذا مكان وراه اللي خدام في هذه الخدمه هذه الخدمه الشريفه، راه هذاك هو الراجل صراحه، هذا هو اللي خاصنا نعترفوا به. راه نسيت الخيشه، يلا جبتها معاه، راه هي اللي غتجمع لي هاد النفايات، وغادي نهز ان شاء الله شويه بشويه.
كيف ما كتلاحظوا الخوت هادشي راه بزاف صراحه. والله العظيم الله يحسن عوان هادوك اصحاب النظافه، الله يحسن عوان مساكن والله. وراه لقمة العيش الصراحه صعيبه بالنسبه لهاد الناس هادو. غنبقى دابا نجمع اللوح في هاد القنت هذا، تنحرق كلشي في هاد القنت هنايا. الخيشه الثانيه الخوت. والله الا الصراحه الله يحسن العوان بالنسبه للناس ديال النظافه. والله الا الناس البلديه الناس صحاب النظافه الله يحسن عوانهم صراحه، مساكن مكرفين على حساب كاين الريح. الخيشه الثالثه الخوت باقي لي تقريبا شي 4 خناشي ولا 5 باقي لي على حساب النفايات اللي كاينين. شوفوا تبارك الله شحال ديال النفايات. دخلكم بالله الا جا شي واحد هو الوليدات ديالو بحال هادو كلهم واش عامرين الفيديوهات هادو، كاين اللي خانزين كاين. اللهم هادشي يتحرك كلشي يتحرك. ها انتم الخوت. هاي الخيشه الرابعه الخوت. ما يمكن تأثر على الريح، كاين الريح. كاين المنزل الخوت. شوف شحال ديال النفايات. واحد السبيد ما ادري، لكن ما غنحتاجوش هذا الخوت هذا ما ادري حتى هو غيتحرك كاع. قال لك اللي طاح في المقله يتقلق، حتى هو غيتحرك. والخوت بعض المرات راه كتكون مول قرينات هنا، بعض المرات كتكون خارجه راه لقيتها شي 2 المرات كنلقاها هنا حدا البحر، وكنلقاها في هذا الشطب هذا. الله يحضر السلامه والله يحضر الباس، كنلقاها مكمشه في هذا الشطب هذا. الله يحفظ والله يستر، يا ربي تسترنا يا ربي، من حدنا باقي في الحياه في الدنيا، يا ربي تسترنا الدنيا قبل الاخره. شوف شحال ديال النفايات. شوفوا الخوت. ودخل عليكم بالله واش هادشي الخوت. هادشي دابا راه بقى كيتكاثر وغتولي هنا راه غتولي كبه، غتولي الزباله هنا. شوفوا هذا كاع مربوط من هنا، خاصو الموس كنجيب ليه الموس. راه غتولي كبه هنايا. راه دابا النظافه راه هادشي باش زوين النظافه. حتى الانسان اللي جا بغا يدي فوله ولا جا كيجي في واحد البيئه، يعني واحد البيئه اللي نقيه، ماشي كيجي بحال هادشي فين غيريح. غيجي هذاك النهار غادي يمشي بحال هذا. كنتمنى من الله هاد الميساج ديالي، يعني هذا غير ميساج يوصل الناس اللي كيجيو للبحر يعني وكيجيبوا معاهم المأكولات ديالهم، خاصهم ضروري ينقوا هذيك البلاصه اللي كانوا فيها، ينقوها يخلوها نقيه باش تلا يجي شي واحد اخر يدير بحالهم. هاي راه الخيشه الخامسه هذه. الخيشه الخامسه دابا خاصني ليسانس، ولكن غادي نشوف كيفاش غنشعل العافيه هنا ان شاء الله. المهم حيت راه البريكه ما غاديش تخدم، ولكن غندير الطريقه ديالي ان شاء الله باش غنشعل هادشي. هاي دابا الخيشه السادسه الخوت هذه، وباقي هادشي كاع ما يتقاد. واحد الصندار مع ديال من وقديم الخوت. المهم كلشي يتحرق، هادشي كلشي. هاد الفرشيه هادي نحتاجها خليها هنا، كلشي هادشي غيتحرق. والله الا فيه العذاب حق الله، حتى هادشي لا فيه العذاب. راه الله يحسن عوان صحاب النظافه، الله يحسن عوانهم مساكن صراحه. دوك اللي خدامين في البلديه الله يحسن عوانهم والله العظيم. بالك الانسان ما يحس بخوه حتى يجرب. دابا شحال من واحد كيسحب هادشي ساهل. وبالنسبه لواحد النقطه مهمه واساسيه لهادوك يعني اللي كاينين في المدينه، يعني اللي كيلوحوا الزبل حدا البركاسه راه حشومه، كيجيو صحاب النظافه وكيعاودوا عندنا ينقوا ديك البلاصه ديال البركاسه حشومه. شتي لقيت البركاسه بالنسبه للناس اللي في المدينه، لقيت البركاسه لوح فيها
واخا عامره لوح فوق منها، واخا تكون عامره راه حشومه راه كيتقرصوا هاد الناس هادو مساكن. الله يحسن عوانهم صراحه، الله يحسن عوان كل واحد يعني عنده شي حرفه حلالا طيبه وفيها المعاناه. الله يحسن عوانه صراحه، حيتاش هادي هي الحياه، حتى واحد ما لقاها كيبغاها، والصبر هو كلشي. هاي الخيشه السادسه الخوت، ولو هادشي بيتقادى وباقي النفايات. هاي الخيشه السابعه الخوت، الحمد لله راه بقى لي غير واحد شويه هنا راه تنقات الحمد لله الدعوه، وهنا هادشي اللي بقى ها هو راه غادي نجي ليه. المهم تبارك الرحمن اللهم بارك. الخوت الخيشه التاسعه الحمد لله بقى واحد شويه. المهم الخوت راه عييت والله العظيم لا تكرفست، غادي حتى الغدا ان شاء الله نحيد هادشي. هادي بغا نجيب لها الموس. المهم راه بعدا كاينه ماشي بحال الاول، ماشي بحال الاول بعدا الحمد لله. المره كانت مزباله هنا. ها انتم الخوت يا هذا هادشي كامل تا خصنا نحيدو اللوحو هنا باش يتحرك. والناس ديال المدن راه دابا الناس ديال المدن هما اللي كيجيو للبحر في المدينه اللي كيكون فيها البحر، وكيبداو يلوحوا كيتنقل هادشي، كيخرج هادشي للبلايات. راه حشومه بنادم يكون على بال شويه يجمع وسخو. راه حشومه فيها ما كاين باس الا شربتي من هادي فانطا وديتيها لحتاها في البركاسه، ما كاين باس شربتي من هادي وديتيها لحتاها في البركاسه، ما كاين باس الا شربتي من هذا ديال الماء. راه حشومه هادشي والله الا حشومه. شتوما واش هذا هو المغرب؟ واش هذا هو المغرب؟ راه لا اله الا الله وصافي. المشكله دابا راه واحد كينقي وواحد كيوسخ، واحد كينقي وواحد كيوسخ. شو شحال الخوت راه جمعت هاد الكريطينات هادو هما باش غادي نشعل العافيه، وكاين غير واحد الميساج بغيت نوصلو لهادوك الناس اللي كيجيو للبحر وكيسحابوا الدنيا. راه سايبه، راه حشومه، راه كما نتايا جيتي للبحر ولقيتي واحد البلاصه اللي نقيه وجلستي فيها وبغيتي فيها زعما كاينه راحتك وغتخلي داك الوسخ، راه غيجي واحد اخر حتى هو غادي يدير بحالك، حتى هو غادي يخلي نفس الوسخ اللي خليتي، وغادي تكتر الدنيا بالوسخ، وغيولوا النفايات كتار، وغيولوا الازبال كتار. وبنادم الا جيتي تهضر معاه غيقول لك ومال هذاك ومال هذاك، ولا بقينا بحال هكا راه غنبقاو في بلاصتنا. راه واش هذا الخوت؟ راه هذا الوطن يعني بالنسبه لنا حنا كمغاربه راه ما خاصوش زعما كينا نبقاو يعني في هاد العقليه. خاص الانسان يتقدم. راه هذا الوقت هذا راه وقت تقدم ماشي وقت يعني التخلف. راه هذا ما كان الخوت. والمهم راه هاد التماره اللي ضربت انا دروك، هاد المعاناه اللي ضربت دروكا، وما عرفتش تسعه الخناشي اللي عمرت ديال النفايات ديال القراعي صراحه. راه الله يحسن عوان صحاب النظافه، صحاب هذوك اللي كيكونوا كيديروا شي ديال خدامين مع البلديه. راه حشومه وعيب وعار. الناس ديال المدينه تا هما كيجيو كيلقاو البركاسه وكيلوحوا هذاك الازبال يعني ديال الدار ديالهم اللي مخرجينها من المنزل ديالهم، كيلوحوا واحد البركاسه وكتسحب هذاك الناس اللي كيجمعوها. واش كتسحابوا مساكن يعني روبوات ولا خدامين يعني بواحد الاله؟ راه حشومه راه خدامين بيديهم تا هما مساكن، وراه كيعياو تا هما مساكن. راه الله يحسن العوان والله يكون في العوان. راه هذا الشيء راه دايرين غنبقاو حنا غاديين في هذا الشيء. راه دابا راه البحر كاع جميع البلايات ديال البحر فما مشيتي يا غربا يا شمالا كتلقى النفايات. وشكون اللي كيدير لك النفايات؟ وشكون اللي كيوسخ يعني هاد الشيء كاع؟ راه البشر. راه البشر راه اخبث كائن على وجه الارض. ماشي كل شيء، ماشي كنعمم، هو البشر مفسدين في الارض وما كيخلوش شي بلاصه نقيه، وما كيخلوش وفما مشاو كيخلوا الوسخ ديالهم. راه حشوم وعيب وعار. راه كما انا جيت لواحد البلاصه وفرشت فيها الفراشه ديالي وحطيت فيها الماكله ديالي باش يعني ماشي غنستقر فيها، باش نريح فيها
ولا مشيت غنجمع هذيك الفراشه ديالي وهذاك يعني هذاك الشيء اللي بقى من الماكله ديالي غنجمعو وغادي نديو وغنلوحو في البركاسه، ماشي غنخليه تما باش حتى لا جا شي واحد كيلقى المكان هو هذاك. وكنتمنى هذا الميساج يوصل للناس اللي كيديروا بحال هاد الفعايل هادو، راه ماشي لوجيك وماشي رجوله هادي. وهذا ما كان الخوت، راه غادي دابا ندي هذا المهم نديها هادو باش نشعل فيهم عافيه. وانا الخوت راه المكان ديالي راه كنقيه صراحه، راه من بعد دابا انا هاد الحرفه اللي خدام في هاد الدومين اللي فيه ديال البحر، راه كنخرج من البحر يعني يعني كنعاني في صمت وديال بصح والله العظيم الخوت. وكنخرج وكندير الغدا ديالي ولا العشاء ديالي وكنصبن حوايجي وكنغسل المواعن وما كنخلي ما ندير. وهذا مكان وراه انسان اللي كنعرف انا وكنعترف به راه خاصو يكون بحال هكا. تبارك الرحمن اللهم بارك. عرفتوا الخوت كنت واحل صراحه، كنت واحل زعما كاينه باش ما لقيتش الحل باش غنشعلها. الحمد لله لقيت هاد الكارطونه ناضي. دابا هاد الشيء كلشي دابا غيصفر فيه البرد، كلشي هاد الشيء غادي يحيد البرد. شوفوا الخوت شوف شحال، شوف واش شحال ديالها تجيب كاميو وهذا غيعمر، غتجيبو كاميو غيعمر الخوت. اللهم بارك. ودابا راه الحرب غتنوض الخوت، دابا راه البيدوات كيكونوا مسدودين غيتفرقعوا. اسمع اسمع الله هو هادشي هو غنلوحو يتحرك. الحمد لله بعدا كاينه غير ملي شعلات العافيه. شوف هادشي يا رب السلامه هاي شعلات العافيه. اللهم بارك. واه الحمد لله خير شعلات العافيه. كلشي خاصو يتحرك الحمد لله. هذه فرصه خاصني نجمع هادشي كاملو. شحال العافيه شاعله. اللهم بارك. ترى هادشي بزاف. اسمع يا رب السلام. دير هاد العده وتعرف فيه العافيه. دابا غتشد فيها كامله الخوت. هادشي كاع هاد القراعي ما غيبقاوش ملي دابا شعلان. دابا غتشد. دابا خاف تا من شي قرعه الخوت لا تفرقع. الله يحضر السلامه الخوت مع كيتفرقعوا القراعي مسدودين. والحمد لله النظافه هي كلشي صراحه. لو كان بنادم يجي يدير بحال هكا والله ما يبقاو هاد النفايات وما يبقاو هاد الازبال صراحه. تولد الدنيا نقيه غتجي ترتاح في اي بلاصه كيما بتكون، يا البحر يا كيما بتكون اي منطقه غتلقاها نقيه وغتاخد فيها راحتك. راه ماشي كتجي لواحد البلاصه كتلقاها موسخه. هذيك الراحه علاش كنتي جاي ما غتلقاهاش. وديما قلب على شي حاجه زوينه. سمعتوا الخوت كيتفرقع هادشي. يا ربي السلامه يا رب. ديما لما تقلب على شي حاجه زوينه نقي بعدا كاينه بدا من راسك هي الاولى. هذيك الساعه راه اي حاجه يعني وقفت عليها راه غتلقاها زوينه. وهذا مكان تحياتي. والخوت راه ما كاين مخيب من جهنم. الله يسمح لينا صراحه والله العظيم. بعض المرات كنكونوا مقصرين صراحه. الله يسمح لينا بزاف ديال الاخطاء كيوقعوا. الله يسمح لينا. هذا مكان
وبنادم يتراجع شويه الله سبحانه وتعالى. واش الخوت هانيه راهي الله جيد الخوت جيد مدقدق صراحه والله العظيم. دابا راه غادي نصب واحد الدكيكه هي باش غنقاد مجاج. المهم هي باش غنرجعوا العقل. بسم الله يا سلام. صراحه الخوت المهم من بعد هاد المعاناة اللي صراحة خدمت فيها كيف ما شفتوا نتوما، المهم وكنقدر وكنحترم الناس ديال رجال المطافي، الناس ديال البيئة، الناس مهم الدرك الملكي، يعني القوات المسلحة الملكية، جميع السلطات المغربية كنحترمهم وكنعطيهم يعني واحد الشكر اللي لا يوصف عليه. هذا علاش؟ يعني قايمين بالواجب ديالهم يعني ومعتانين بهذا الوطن. يعني غير شي بعض الناس الله يهديهم في السيفيل يعني فينا حنا في المواطنين كينوضوا كيلوحوا بعد النفايات كيسحبوا يعني هذاك الشيء. غيجي واحد هو اللي غادي ينقي ليه ولا غادي يجي خويا ولا اختي مشيتي لواحد البلاصه باش دي فوله يعني ترتاح فيها من بعد المشاكل وكثر الضغوطات اللي كنت مدوز يعني في المشروع ديالك ولا في الخدمه ديالك، وجيتي باش دي فوله ساليتي جمع هذوك النفايات يعني اللي كنتي خدمتي بها وخليتيها تما اللي غتبقى تما غتجمعها وغديها. يعني البركاسه علاش داروا يعني البراكس علاش داروهم؟ باش يعني يتجمعوا جميع النفايات فيهم. ماشي انا مشيت لواحد البلاصه نلقى فيها الوسخ. والمهم هادشي راه باين الخوت بلا ما نكبر الموضوع. وهذا ما كان، وكنتمنى من الله يكون خير، كنتمنى من الله يكون خير صراحه، حيت هذا الوقت اللي ولينا كنعيشوا فيها وقت شويه يعني كتبغي اول حاجه كتبغي الصبر يعني مع شي بعض الناس الله يهديهم صراحه. يعني انت باغي الخير وهما كيشوفوك يعني في واحد الصوره اللي ماشي ديال الخير. عليه هذا الله يهدي مخلق، الله يهدي مخلق. وكنشكركم الخوت. كنعاود نقولها في اي فيديو كنقولها علاش؟ حيتاش كاين شي بعض الناس مساكن صراحه كيوقفوا معايا الى واخا عن البعد في التعليقات كيكتبوا لك تعليقات زوينين. شكرا على التعليقات يعني جميع المجهودات كلهم كنشكركم الخوت صراحه. ولهذا كان هذا هو الفيديو ديالنا يعني عباره عن وقايه. يعني علاش كيقول لك الوقايه خير من العلاج. ونشوفكم شي فيديو جديد يعني من غير هذا. انا ما كرهش ان شاء الله يعني تحسن الوضعيه ديالي يعني. وغنوريكم عاوتاني شي فيديوهات اللي ناضيين الخوت يعني ومتعمقين ويكونوا زوينين ان شاء الله باذن الله الا بقينا في الحياه. واخر كلام تهلاو الخوت.